واش فراسك باللي الدولار اليوم طاح لأدنى مستوى ليه هذه 4 سنين؟ والروينه ماشي هنا، الروينه هي باللي ترامب باغي هادشي وخرج بتصريح كيزلزل البورصه، قال لهم الدولار غادي نلعب به بحال يويو، نطلعوا ولا نهبطوا كيف بغيت. اجي نفهمك هاد السيبه شنو وقع فيها. اليوم 27 يناير 2026، اليوم المارشي كله كيرجف. علاش؟ حيت ترامب والاداره ديالو باغيين يضعفوا الدولار بزز باش يشجعوا السلع الامريكيه تباع لبرا. ولكن هاد لعبه اليويو خلات المستثمرين يهربوا لواحد البلاصه امنه، الذهب. اليوم الذهب ضرب رقم تاريخي وفات 5100 دولار للأونصة. تخيل معايا الناس ما بقاتش ثقه في العمله وكل شيء كيشري الذهب خايف من هاد التقلبات. غادي تقول لي انا مالي؟ انا نقول لك، فاش الدولار كيطيح بهذه الطريقه العشوائيه، الاثمنه ديال بزاف الحوايج كيتاثروا، المحروقات، المواد اللي كنستوردوها، وحتى البيزنس ديالك الا كنتي كتشري من برا. ترامب ضاغط دابا على البنك الفيدرالي باش يهبط الفائده ل 1%. هادشي كيعني سيوله كبيره في السوق، ولكن كيعني ايضا تضخم يقدر ياكل لنا جيوبنا. دابا الكره عندكم، واش كيبان لكم هاد لعبه اليويو ديال ترامب ذكاء اقتصادي ولا غدا بينا الزهاويه؟ وهل هاد الارتفاع ديال الذهب فرصه للشراء ولا فات الفوت؟ قولوا لي رايكم في التعليقات، وما تنساش تبارطاجي الفيديو مع صاحبك اللي مخبي شي دولارات.